الحق يا عم الحاج، ده الاهلي عامل العرض عرضين والعقد عقدين وبيقبض مرتين. طبعا هتستغرب انت من الجمله اللي عامله زي بتاعت التكاتك دي، ولكن دي جمله اتقالت من بعض رويبضه الرياضه المصريه، وانا عايز اعتمد كلمه رويبضه الرياضه المصريه او رويبضه الاداره الرياضيه في مصر. ناس لا تفقه شيء في فن الاداره، لا تفقه شيء في معنى الاداره الرياضيه في مصر بالخصوص، وهم قله ومعروفين. طالعين بينظروا على وجود عقدين لبعض لعيبه النادي الاهلي، عقد مع النادي وعقد مع شركه الكوره، وطالعين بيتهموا الاهلي اتهام صريح ان هو بيتهرب من الضرائب، مع العلم ان الرد جالهم ان العقدين خاضعين للضرائب. العقدين في عقدين، والعقدين دول لهم سبب، ولكن العقدين دول خاضعين للضرائب. المشكله بس حضرتك ان الضرائب، في ضرائب هتدفعها، الرسوم هتدفعها لاتحاد الكوره، ورسوم هتدفعها للدوله بشكل مباشر، لكن مفيش رسوم مفيش ضرائب، ده مستحيل. طب خلينا قبل بس ما نحكي ونتكلم في موضوع العقدين ده وايه اسبابها والامور ماشيه ازاي، خلينا بس نقول مين اللي بيتكلم. يعني اللي بيتكلم دول ناس منتميين لانديه في مصر فشلت فشل ذريع في اداره انديتها. انت قبل ما تيجي تتكلم معايا شوف الدنيا عندك ماشيه ازاي. انا كنادي الاهلي لما بيتذكر اسمي، لما مسؤول في الفيفا بيتقال له الاهلي، اول حاجه بيقولها ايه؟ هو اخد بطوله ايه النهارده؟ احنا هنخليه يشترك في بطوله ايه النهارده؟ طب تعالى كده لما نيجي نذكر اسم النادي بتاع حضرتك، هو عليه غرامه كام النهارده؟ هو مين اللي مشتكي النهارده؟ هو هنوقفه كام فتره قيد النهارده؟ ادي الفرق بيني وبينك. فقبل ما تيجي تنظر عليا في اجراءات عقود واجراءات قانونيه، اجراءات تعاقديه بيني وبين اي طرف، تعالى الاول شوف ناديك ماله. يا سيد الفاضل، النادي الاهلي مؤسسه، وهنا مش بتكلم عن الكوره، مؤسسه رياضيه كبيره تتعامل ماليا في ارقام تتجاوز السبع اصفار. رقم خيالك ما يعرفش يراه الا لما تبقى مديونيه عليك، وهي فعلا مديونيه عليك من سبع ارقام. اما النادي الاهلي بيتعامل مع ميزانيه بيع وشراء وبنى واستادات واعلانات وميزانيه ضخمه، رقم يتعدى المليار جنيه. النادي الاهلي لما بيتعامل مع المؤسسات الدوليه بشكل مباشر، في قوانين، في تنظيم بطولات، في اشتراك في بطولات، في هنقول ايه تاني، هنقول في توأمات. حضرتك بقى بتعمل ايه بقى؟ انت بتتعامل مع نفس هذه المؤسسات في مخالفات وفي غرامات وفي تعاقدات. فقبل ما تاجي تتكلم عن النادي الاهلي، شوف الدنيا عندك عامله ازاي. انت لا تفقه شيء في الاداره الرياضيه، انت من رويبضه الاداره الرياضيه. ده كده انت اللي بتتكلم. اما اللي بتتكلم عنه بقى الالا وهي العقود بقى. خلينا نتكلم عن العقود كده بالراحه. ممثل بيمثل في فيلم، الممثل ده مضى مع شركة إنتاج بطولة الفيلم، بيمضي العقد بياخد فلوسه على الفيلم. الناحية التانية في شركة دعاية وإعلان كبيرة عايزة نفس الوجه السينمائي ده يقوم بدور إعلاني لمدة 30 ثانية أو دقيقة أو حملة إعلانية كبيرة لصالح الشركة، فبيتعمل له عقد لوحده. هل بقى الدولة أو في حد من الجماهير زي حالتنا كده بيطلع يقول إزاي ما يتعملوش عقد واحد؟ إزاي ما يمضيش عقد ومع المنتج هو بتاع الإعلان والدعاية؟ يا سيد الفاضل، نفس الموضوع بيحصل في النادي الاهلي. انا كنادي اهلي حاليا بمضي اللعيب ان هو لعيب كوره، وبيمضي على لعبه للنادي الاهلي مقابل مادي معين. وفي نفس التوقيت شركه الكوره قبل ولسه يعني ما انتقلتش السلطه كامله الى شركه الكوره. شركه الكوره بتمضي مع نفس اللاعب عقود رعايه اعلانيه لصالح النادي الاهلي، وليها ارقام تاني وليها ضرائب. فبالتالي العقود اللي احنا هنتكلم عليها دي موجوده فعلا، ولكن عقد للشركه وعقد للنادي. اتحاد الكوره بياخد الرسوم والضرائب الخاصه بمهنه اللاعب كلاعب كره، وكمان الراي ده بيقدم خدمه للنادي الاهلي ان هو بيجيب جون وبيلعب معاه موسم واثنين وبيشترك معاه في بطولات. اما العقد الاعلاني شيء مختلف، بنوده مختلفه. يعني العقد الاعلاني النهارده انا هجيب لك عقد ب5 مليون جنيه، ممكن يزيد ممكن يقل، فازاي انا هحطه في نفس البند مع عقد اللاعب في اتحاد الكوره؟ يعني النهارده ممكن اللاعب ده النهارده في اول موسم ليه يجيب لي عقد دعايه واعلان ب5 مليون جنيه، يتالق الموسم اللي بعده الموسم ده يتالق فيجيب عقد رعايه ليه هو ب 10 مليون جنيه. فاصبحت البنود هنا مختلفه. احطها ازاي انا بقى في عقد اللاعب؟ يعني ازاي احطها في اتحاد الكوره؟ عقد رعايه مع شركه اعلانات، موضوع مختلف. فبالتالي قبل ما حضرتك تبدا وتنظر على النادي الاهلي، افهم الموضوع ازاي، افهم الدنيا راحت فين، افهم ان النادي الاهلي حاليا يتخطاك ب10 سنين ضوئيه.
يعني انت موجود في حته والنادي الاهلي في حته تاني خالص. فقبل ما تنظر على حاجه النادي الاهلي بيعملها، اعرف ان النادي الاهلي عنده مؤسسه قانونيه رياضيه مش هتسمح باي غلطه من الغلطات اللي انت متخيل ممكن تحصل. خليك في حالك، خليك في خيبتك، سد ديونك، وقف ناديك على حيله، تمام. وبعد كده دور على العقدين والمكافئتين والعرض عرضين وكل الكلام ده كله. يعني بلاش الكوميديا دي كوميديا سودة، كوميديا سودة. الله يصلح حالنا وحالكم.